السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. معكم المهدي ذا جوت اللي كاين في جميع الريزو سوسيو. بيان سور هذا الفيديو هذا غادي يكون على الماتش ديال اسكتلندا اللي ربحناه بواحد 0 هدف ديال السيباري. وكاين بيان سور في هاد لاكوب دي موند هذه كل حلقه فيها جيف واي. هاد الجيف واي هذا ديال توني ولا كره ديال لاكوب دي موند. كيفاش غادي تربحهم؟ تفرج في الفيديو كامل، غادي يبقاو كل شويه يبان لك واحد الحرف، قيد هذاك الحرف. ملي غادي يسالي الفيديو غادي يكتمل عندك كود اللي فيه 5 ديال الحروف، كومونطيه ليا هنايا في الخاص وغادي تشارك باش تربح توني ديال المنتخب اوريجينال او لا كوره ديال لا كوب دي موند. سير على الله دراري. It's time to put some respect on my name. ماشي فقط توقعت لكم التشكيله اللي غادي يدخل بها وهبي في الماتش الاول وحتى في الماتش الثاني، بل توقعت لكم السيناريو ديال المباراه. قلت باللي المشكل ماشي هو اننا نخلقوا فرص، قلت باللي المنتخب غادي يخلق بزاف ديال الفرص. وشفنا اول فرصه ماركا بها باس واعر ديال الانترفال ديال حكيمي بالكوشيه، عطاها للسيباري. سيباري فينيشين ديال البوندسليغا ديال بايرن ميونخ. من بعد شدينا البالون، كونترولينا، كره نقيه، كره زوينه، كنا فرحانين كنتسناو البيت الثاني. جاتنا الفرصه الاولى، جاتنا الفرصه الثانيه، جاتنا الفرصه الثالثه، جاتنا الفرصه الرابعه، ما ماركيناش. هذا هو المشكل. هنا فين تنظن خصنا نصلحوا هذا المشكل، وخصوصا في هاد لا كومبيتيسيون هذه اللي فيها الرطوبه وفيها الحراره صعيبه. مهم جدا انك تستغل لي طون فور ديالك. حنايا طون فور ديالنا هو الشوط الاول. دونك ملي اللعابه باقيين طريين بدنيا، تما خصنا نستغلوهم، نخلقوا فرص ونماركيوهم. ماركي واحد، ماركي جوج، ماركي ثلاثه، باش في الشوط الثاني اللي هو الشوط اللي فين كيطيح المستوى ديالنا البدني والاداء العام ديال المباراه وكنفقدوا الكونترول على الماتش، تما نكونوا ديجا احسن من النتيجه ونحاولوا نجروا الخصم باش يلعب ريتم طايح اللي غادي يكون مناسب لنا، لان النتيجه في صالحنا. وحاجه عاوتاني اللي ما معاوناكش بزاف هي الجوده ديال البدائل. عندك بدائل اللي مجتهدين اللي يقدروا يدخلوا يجريو يبريسيو، ولكن للاسف ماشي بحال الجوده ديال الاساسيين. دونك ديما الشوط الثاني كتشوفوا الاداء العام ديال المنتخب تيطيح، ولكن مالغري هادشي هذا جاونا بزاف ديال الفرص اللي ببعض المرات دي ديسيزيون خاطئين وبعض المرات انانيه. تنظن ان ابراهيم دياز في هذا الماتش هذا دا حصه الاسد من السبان في القهاوي، هذه متاكد منها. ماشي حيت ما لعبش مزيان، بالعكس ابراهيم دياز مهم وتيلعب مزيان، ولكن بعض المرات كتطغى عليه شويه الانانيه. بحال مثلا الكره اللي في الشوط الثاني كانت في واحد التوقيت اللي حاسم بزاف باش انك تخرج 2-1 و عندك السيباري في اليسار ديالك دار لابيل جاي قريب تعطيها ليه يماركيها، تنفسنا حنا كاملين وغادي نرتاحوا. اختاريتي الحل الفردي وما نجحتيش فيه. الشيء هذا خصنا نخدموا عليه باش في الماتشات الجايين ما يكونش، خصوصا في الدور القادم. ديك الساعه دور خروج المغلوب غتسقلها، غتلقى خارج المسابقه. دونك هذا واحد لو بوين اللي خصنا نخدموا عليه. وما جميع اللاعبين قدموا اداء زوين، ولكن نايل العناوي اليوم ما يمكنش. قتاليه ما تيخسرش لي ديال، تيتقاتل، شفناه تيطاقلي براسو في الارض وهو فاقد التوازن ديالو بزاف. تنظن اللاعبين ديال اسكتلندا كاملين غادي يعقلوا على السميه ديال نايل العناوي، وحتى هجوميا كيمشي وكيتزاد وتعطي حلول اكبر للمهاجمين بزاف. اليوم كان بالنسبه لي هو رجل مقابله. حتى بيان الخنوس صراحه قدم اداء كبير، اضافه كبيره، في حين مزراوي كما قلت لكم ديما مزراوي ما تيديرش ماتش عيان، مزراوي ما تدوزوش، مزراوي ما تيتسرطش حتى هجوميا. ملي تيطلع ملي تيدريبلي لاعب صراحه قريب للكماليه. شفنا في هذا الماتش هذا المدرب خد الوقت ديالو في التغييرات، وغادي يدير التغييرات حتى للدقيقه 80. دخل رحيمي، دخل المرابط، دخل الميموني ودخل الطالبي. علاش تعطل في التغييرات هذو؟ لانه تو سامبلومون ماشي بنفس الجوده ديال اللاعبين الاساسيين. ممكن المرابط في ميليو تدخلو وانت مغمض عينيك، ولكن بالنسبه للاجنحه كتحس بالفرق. ميم سي الطالبي كيبقى لاعب مجتهد، الميموني حتى هو تنظن غادي ينفعنا في هاد لا كومبيتيسيون. شفناهم جاتهم واحد الكره في الاخر ما استغلوهاش. دونك عموما حققنا فوز مهم جدا
بقينا مستريسين معاه حتى لاخر الدقائق، حتى كنتسناو في الصافره ديال الحكم اللي ما كناش نورمالمون ملي كتجي تشوف الماتش ما كناش نستحقوا نعانيو بهذه الطريقه هذه. مي المهم حققنا المطلوب، ودابا ولات عندنا 4 ديال النقاط اللي تنظن كتحطنا في الدور الثاني بواحد 80%. وانا كندير في هذا الفيديو هذا دابا كنشوف الماتش ديال البرازيل رابحه هايتي ب 3-0. دونك المباراه ديال هايتي حاولوا حتى هي ربحوها باش نلعبوا على الصداره ديال المجموعه اللي تقدر تحطنا في الدور القادم مع منتخب اقل جوده وتسهل علينا المأموريه باش اننا نتاهلوا للثمن النهائي. هادشي اللي كان معكم المهدي اي المهدي ذا جوت. كاين جميع الريزو سوسيو، ضروري تتبعوني حتى في انستغرام تيك توك وفيسبوك. دابا ملي الفيديو ساهل غادي يكون كامل عندك الكود، كومونطيه ليا هنايا في الفيديو، ولكن ضروري خصك تكون فولوين حتى في انستغرام. قولوا لي في لي كومونتير شكون رجل المقابله في النظر ديالك.